في مشهد تخيلي كده، تعال اتخيل معايا ان انا كاسلام اوتاكا اعتبرت نفسي ان الكابتن احمد حسام ميدو كلمني عشان اكون ضيف في برنامجه اوضه اللبس، وجت فقره السبوره عشان اكتب التشكيله التاريخيه لمنتخب مصر. بالنسبه لي طبعا فكره ان احط لاعب واحد بس في كل مركز شيء صعب بالنسبه لي، بسبب ان في لاعيبه كتير اساطير حرام ما تتحطش في التشكيله التاريخيه لمنتخب مصر. عشان كده هحط لاعب احتياطي بديل لكل مركز. هبدأ في حراسة المرمى طبعا بالحضري وبديله نادر السيد، باك يمين أحمد فتحي وبديله إبراهيم حسن، باك شمال أحمد رمزي وبديله سيد معوض. هلعب 2 مدافعين، هبدأ بوائل جمعة وبديله إبراهيم سعيد، مدافع تاني جنبه إبراهيم يوسف وبديله أشرف قاسم. هضطر أحط ديفندر واحد بس عشان المدعكة اللي هتبقى في الخط الهجومي. هحط في الديفندر أحمد حسن وبديله مجدي عبد الغني. هحط في الجناح هنا حسن شحاتة وبديله حماد عبد اللطيف، والناحية التانية محمد صلاح وبديله شيكابالا. وفي النص هحط 2 أولهم محمود الخطيب وبديله حازم إمام، وجنبه طاهر أبو زيد وبديله أبو تريكة. وفي الهجوم أفضل مهاجم في تاريخ مصر حسام حسن وبديله جمال عبد الحميد. دي كانت تشكيلتي الأفضل لاعبين في مراكزهم في تاريخ منتخب مصر. جه دلوقتي اللي أنا أشوف تشكيلتك في الكومنتات ونتناقش فيها. وكونك انك وصلت لغايه هنا يبقى الحلقه عجبتك، ما تنساش اللايك والكومنت والشير، واستنونا الحلقه الجايه ان شاء الله. كان معكم اسلام اوتاكا وبرنامج باكورد.